المهندس نجيب ساويرس، اهلا بيك. ازيك؟ ليه دايما قصص الهروب بتتعقبك؟ نجيب هرب، نجيب راح، نجيب مشي، ليه يا مهندس؟ لا، دي القصه دي اساسا الاخرانيه دي ما اعرفش الراجل ده قصده بيها ايه. طبعا هو قصده مش كويس، يعني هو غالبا مين اللي قصده؟ مين الراجل ده؟ الراجل بتاع الموقع ده اللي هو نشر هذا الخبر. ده موقع يعني ملوش مصداقيه، حتى ما حدش عارفه كويس قوي، بينطلق من الامارات، واحنا رفعنا عليه قضيه في الامارات عشان يحرم يكتب كلام كذب بعد كده يعني. انا برايي انها مقصود بيها يعني عشان بدايه الحركه الانتخابيه دي، مقصود بيها يعني برضو التاثير على الناخبين، تاثير على مصداقيه الحزب كده يعني. انما يعني شايف انها مقصوده وليست مجرد لا طبعا شائعة. مقصوده، يعني توقيف غريب جدا. يعني لو كان عايز يقول ان انا هربت، كان عنده اكتر من 100 فرصه في الصيف. مثلا انا قعدت شهر بره، طولت في اجازتي، كان ممكن يقول، كان ممكن بعد الكرتون مثلا ده اللي حصل كان يقول، كان ممكن عنده 100 فرصه كان يقول. لكن دلوقتي يعني بيقول ليه يعني؟ فملاش اي تفسير عندي غير ان ده بدايه بقى الانتخابات، وهنبتدي نشوف الضرب اللي تحت الحزام وكده. المره دي القصه كان فيها نجيب ساويرس وسميح ساويرس، برغم ان سميح انهى اعتقد قضيته في الخلاف مع سوق المال. ولا واحد من آل ساويرس هيتحتح من البلد دي رغم انف الحاقدين، واللي نفسه فيها مش هيشوفها. من الاخر كده، أنسي ساويرس عمره ما جه قال لكم على فكره بقى يا اولاد لازم نلم شنطنا ونمشي، مثلا في مشاكل احنا متوقعين؟ اخر واحد ممكن يقول كده يعني. هو بيقول لو هتمشوا انا مش ماشي، لو حصل يعني ممكن يقول كده. لا عمره. انت ما فكرتش في اي لحظه من اللحظات ان يعني ده مش وقت كبار رجال الاعمال، ده مش وقت يعني مش وقت ناس كتيره ربما فكرتش تلم حالك وتمشي؟ بص عايز اقول لك حاجه، المركب، انا رايي المركب بتغرق. رايك ان المركب بتغرق؟ المركب بتغرق، ووقت الثوره كان ممكن تغرق، وكان في خطوره على البلد. اللي يمشي والمركب بتغرق الفيران بس، هي دي اللي بتمشي. وكل مركب بتغرق تلاقي الفيران كلهم جري، واخد بالك. انا الموضوع بكل بساطه بالنسبه لي ولعيلتي والاخوات، هل اوليا انا على الاقل عشان اتكلم عن نفسي، هل انا النهارده قادر ان انا اعيش في بلد تاني؟ او يعني في سني ده عملت اصحابي كلهم هنا، ومجتمعي كله هنا، ونمط حياتي وروتيني. يعني عندي عيال لو ما فطروش فول الصبح وكلوا طعميه، ولو ما اكلوش ملوخيه ممكن يحصل لهم حاله عصبيه يعني. ناس كتير ممكن ما تصدقش ده على فكره. انا نفسي يعني ما اعرفش يعني ايه اللي يخليني انا كواحد مصري اروح ابقى مثلا سوري يعني يسموه اجنبي في بلد تانية. بس انت عندك استثمارات بره كتير في ايطاليا. ده مشكله تانية. خدي بالك كمان سني، مش لو انا 20 سنه 30 سنه ممكن اتكيف، ممكن اروح حته تاني، ابتدي اعمل اصحاب جداد، واشوف لي نادي تاني غير النادي اللي مثلا اللي بروحه، واشوف لي حته زي الجونه، واشوف لي يعني. لكن النهارده انت خدي بالك ان المأساة بتاعت كل الناس، انا شفت ناس من اللي كانوا من اللي مشيوا. يعني مرة مثلا شفت بليغ حمدي الله يرحمه في مطار باريس، الأسى اللي على وشه انه مش قادر يرجع مصر. هي دي مصر دي، شوفي سيبك من كل المشاعر الوطنية والأغاني، فيها توليفة غير طبيعية. ليه رأيك ان المركب بتغرق؟ رأيي المركب بتغرق عشان أولا يعني الهوجة اللي طلعت دي في الاعتصامات والإضرابات، وكل واحد اتصور بقى ان الثورة دي جاية بدفتر شيكات، وهو المرتبات هتزيد والرخاء هيحل وهناخد بقى الفلوس دي كلها، بدل ما الناس تفهم ان ده احنا بنحاول نلصم في البلد لحد ما تبقى فيه حكومة مستقرة منتخبة انتخاب ديمقراطي، والبلد تستقر والناس ترجع تاني تستثمر فيها. انما بص الظواهر كلها، احنا بنتكلم النهارده القضاء اضربوا، المحامين بيضربوا، الشرطه مضربه اللي هي كانت اساسا مش متواجده اساسا يعني. هي اساسا بتضرب. بتوع المصريه التليفونات كلهم عايزين يقطعوا علينا التليفونات. الدليل ايوه بتوع الدليل والتليفونات عايزين يقطعوا علينا التليفونات. العمال اللي في المصانع كلهم بيقتحموا المصانع ويخشوا على الادارات. فوضى عارمه، وكل واحد بيتصور ان الثوره دي قامت هيقبض وهيتصل. طب يا جماعه دلوقتي بلد بتتفكك دلوقتي، تبقى عندكم ضمير وتتنازلوا عن حقوقكم شويه. واحد يقول لك لا ده انت طبعا يا عم انت عليك بيه، ما انت قاعد واكل شارب وانت مكفيك وبتاع، وانت يعني جعان. اللي طلع بتاع المصريه للاتصالات ده اعلى مرتبات لشركات حكوميه في مصريه الاتصالات. اذا مساله بقى افتكروا كل واحد ان يعني الدنيا دلوقتي بقى فرصه بقى هي دي اللي هنطالب فيها. طب ما هنطالب كلنا وكل حاجه وكل حاجه تتظبط، بس هل انت النهارده هتدوس على زرار هيحصل كل حاجه على طول؟
ده مش عصام شرف اللي يجي رئيس وزراء، ده عايزين سوبرمان. ومش المجلس الاعلى النهارده كل يعني اقول لك حاجه، لو عرضوا وظيفه المجلس الاعلى ده على اي حد النهارده ولا حد ياخدها ببلاش. ده ناس جت تدير بلد ليه، ده في 10 ولا 15 انفتحت عليهم. يعني انا احيانا بقعد اضحك والله العظيم، بقعد اضحك، اتفتحت عليهم زي ابواب جهنم كلها. يعني كل اللي ليه مطلب يعني طب ليه كل دول اذا عايزين يكونوا رؤساء؟ ده انت عندك 20 واحد مترشح انه يبقى رئيس. ماشي، ده موضوع مختلف خالص، مفيش علاقه بالموضوعين. انا بتكلم ما احنا عايزين نشوف رئيس بقى كويس ويجي يلم البلد وقائد وعنده بصيره وعنده فيجن ويلم الحاجه المفكوكه دي، واحنا مش عايزين يعني ده موضوع مختلف تماما. هل شايف ان الحكومه ادائها ضعيف جدا في مقابله هذه الفوضى؟ اني واحد اقول لك مين يقبل النهارده يجي وزير في حكومه لا مؤاخذه يعني يسموها ايه تمبري، يعني ايه مؤقته. نمره واحد، ايه صلاحياتها من مين؟ في برلمان انتخابها وراها الشعب كله وراها البرلمان؟ لا، دي حكومه مؤقته جايه بامر المجلس العسكري عشان تدير احوال البلاد بلا سلطات واحده، بلا سلطات واضحه، بلا اي حاجه. اي واحد النهارده لو عنده طموح سياسي وقالوا له تعالى وزير يجي؟ ما حدش راضي اساسا. لا ما مش هيجي طبعا. انا هيقول لك انا شهرين وهيمشوني، هتحصل انتخابات ودي حكومه هتمشي، فمين يرضى؟ نمره واحد. نمره اتنين، لو واحد جامد جدا وعايز يجي مش هيرضى انه ياخد تعليمات من المجلس العسكري، يقول لك لا انا هاجي بس يبقى عندي سياستي وعندي طريقتي. والمجلس العسكري يقول لك طب افرض الراجل ده يعني مثلا شط، بغض النظر. مظبوط. فاحنا في حاله، احنا في الضياع. طبعا. اقول لك حاجه تانية، مثلا انت عايزه تنمي الاقتصاد، فرغم كل الشعارات اليساريه اللي شغاله دي وكده، فانت بتقولي عايزين مستثمرين يجوا. مستثمرين واحنا عندنا القاضي حكم 3 شركات اتخصخصوا في مزاد علني بشفافيه واضحه وكل حاجه، واتعملوا ونزلوا الناس عرب جم استثمروا عندنا هنا وخدوا المصانع دي. جايين قال لهم ايه؟ لا 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 انتوا هترجعوا المصانع دي. طب والفلوس اللي دفعنا ما مش مشكلتي بقى، بروح ادوروا عليها. الله، هل ده الكلام ده يخش العقل؟ انت بعلاقتك طب واحد تاني يجي ليه بقى يخش في اي برنامج اخر للخصخصه؟ افرض ان احنا جينا قلنا لا ده في حاجات لازم ندخل فيها القطاع الخاص، ما النظريات اللي شغاله لا ده كله وحش والقطاع الخاص وحش وكل خصخصه كانت وحشه. انت بعلاقتك بالقطاع الخاص الاجنبي او بالمستثمرين الاجانب حاسس ان النظره الى مصر ايه؟ يعني الاجنبي مش هيجي لو المصري ما جاي كويس. اذا المصري قاعد جوه المطبخ انا شايف الدنيا شغاله ايه، شاف اللي اشترى ارض قالوا له لا ده انت خدتها رخيص. طب النهارده اقول لك حاجه ثانيه، نزل مزاد جديد باراضي جديده، اخش فيه مثلا انا ولا ما تموتيني؟ ايش دراني لو دخلت فيه وخدت الارض؟ مش هيجي لي حد كمان 5 سنين يقول لي لا حلو ده انت خدته ب$5، ده كان ب7، ده كان ب10، كان ب9. لو القضايا كان فيها فساد لابد من ايجاد حل، اما غرامه مثلا على المستثمر او يعني يكون في حل تصالحي. معلش انتوا كل واحد حر في رايه. انا رايي ما كانش فيها فساد، ماشي المحكمه ثبتت ان فيها فساد خلاص يبقى رايي انا غلط. اوكي حصل فساد يا عم تعالى كلمه ونص. انت بتقول 5 كان لازم ادفع 7، دفعت 5 فرق 2، ادي يا عم 2 وخلصوني. يعني احنا عايزين نرجع، عايزين نقفل، والقصص بتاخد شهور طويله. بقالنا كام شهر سامعين على القانون بتاعنا التصالح وناس هتدفع ونخلص. عايزين نرجع الاولاد اللي بره والناس اللي بره دي، ما ناس كانت بتستثمر وما كانش قصدها تسرق. وانا شخصيا مش مقتنع ان كان في فساد في القصه دي كلها وبتاع، والموضوع كبر اكبر من حجمه. خلاص يا عم المحكمه حكمت بفساد، ماشي ادفع واخلص. ارجع تاني يعني زي يعني بتقولي سامحها وفق اوضاع ودفع دفع غرامه 20 مليون جنيه. كويس، ما حدش هيجي تاني يسجل في البورصه دي. انا النهارده لو ما كنتش متسجل وانت جيتي تقولي لي ما تيجي تسجل عندنا في البورصه، اسجل في بورصه. لو واحد غلط في همزه، هو بيقولوا انه تهمته انه كان عنده 98 وكتب 96، طب لو نفترض ان الكلام ده صح، هو طبعا مش صح لكن نفترض انه صح، القاضي حكم كده، القاضي ما سابهمش هو حكم كده، هو استفاد ايه؟ هل اي استفاده لو ده خطا مطبعي مثلا استفاد اي حاجه؟ هل في دي تاثر على اي ليها تاثير؟ بس الافصاح ده قانون. ما افصح، هو افصح، بيقول لك انا افصح في سويسرا رقم وهنا رقم. القصه كلها ان هو ما سجلش الفرق ده في الوقت اللي كان يسجل، كان فيه مده زمنيه، وبالتالي كان الموضوع كان صح في سويسرا وكان صح في مصر. فاهم ازاي؟ ومع ذلك نفترض يعني انه غلط، القاضي حكم بغرامه 50,000 جنيه. كويس؟ القاضي حكم بغرامه 50,000 جنيه، سوق المال خدت منه كام؟ 20 مليون جنيه. اول حاجه لو نجيب اللي اتحكمت عليه كان دفع؟ انت كنت هتدفع؟ طبعا لا.
اشمعنى ايه الفرق يعني؟ لا ان انا كنت هقف في الزنزانه مش هعمل حاجه غلط وهدافع ومش هخاف. لكن سميح دفع. وانا اتسجن انا ما عنديش اي مشكله خالص، انا يعني مستنيها يعني ما فيش مشكله خالص. مستني ان انت تتسجن؟ طبعا تحت اي وقت اي حاجه ممكن تحصل. قلقان يعني مثلا عندك قضيه لا مش قلقان ولا قلقان ولا حاجه. اللي عايز اقوله ايه، انا ما بعملش حاجه غلط فلن اقبل ابدا ان انا ادفع غرامه توحي لاي حد انا عملت حاجه غلط. طب ايه اللي خلى سميح ساويرس انه لانه مش عايز يجي يقف في الزنزانه. سميح بقى مختلف، يقول لك نجيب ده مجنون مثلا، واخد بالك. انما بقى مين اللي خسر اكتر واحد؟ هذه البورصه المصريه. لان اي واحد النهارده يقول لك لا دي بورصه، الراجل يحكم ب 50,000 القضيه وانت خدت 20 مليون فاكر انك انت برافو يعني بتوقع فلوس من واحد وكده ومبسوط قوي بقيت بطل. ما حدش هيرضى يسجل في بورصه ممكن تدفع فيها غرامه 20 مليون جنيه عشان غلطت غلطه، او انت بتقول ان انا غلطت غلطه ما استفدتش منها. طب الشركه بورصه لندن مفيش فيه غرامه بالمنظر ده. ال 20 مليون دي مفيش. ده هو ايه؟ طب ليه ما عارضش؟ ليه ما استشكلش؟ هو انت لما تيجي تقول لواحد يا تدفع يا تتسجن، على الى ان تثبت براءتك عشان تستأنف لازم تتسجن الاول، هيقول لك ادفع. انت بتواجه قضيه اخرى هي قضيه جاسوسيه او قضيه فكره الابراج اللي بجوار منفذ العوده. هذا غير. انا ما رحتش خالص. انا مش متهم على الاطلاق، ولما ما رحتش كمتهم على الاطلاق. رحت كايه؟ كشاهد؟ سالت عادي جدا لكن ما كانش ان انت متهم بكذا، ما فيش كلام من ده خالص. لكن هل الشركه متهمه بالمساهمه ولا في اي دليل على تسهيل تمرير المكالمات؟ في تمرير مكالمات حصل. دي سرقه اقتصاديه. الراجل ده اللي بيقولوا عليه الاردني ده كان عامل بالفعل، وده في 20 واحد زيه ما زالوا بيشتغلوا في مصر بالطريقه الغلط دي. من طول ما في فرق بين المصريه للاتصالات بتحاسب بيه المكالمات واللي ممكن حد يكسبه بانه يمرر هذه المكالمات، مش هتنتهي هذه الظاهره. لكن تجسس وكده ما فيش ولا تجسس. يعني لم توجه للشركه تهمه المساهمه في تسهيل عمليه تجسس للمتهم الاردني؟ لا، التهمه اللي موجهه للشركه ان في بيقولوا ان في ناس جوه سهلوا للراجل ده انه يتكسب من تمرير المكالمات، لكن ما فيش تهمه جاسوسيه. وانت لست طرفا؟ لست طرفا على الاطلاق. انا رحت اتسالت ومشيت. لو وجهت ليا تهمه. لما اتسالت قلت ايه؟ لا اتسالت انا رئيس مجلس الاداره، وبالتالي ما بخشش في المسائل الفنيه دي على الاطلاق، ولا عندي علم بهذا على الاطلاق، وما بخش حتى الابراج بتركب فين ولا اي حاجه. انا بحضر كرئيس مجلس الاداره، مهمتي امثل الشركه امام الجهات المسؤوله، احضر اجتماعات مجلس الاداره، اوافق على الميزانيه، لكن ما بنزلش بقى للليفل ان واحد عمل بتاعه كده وبتاع. وانا انا لو عارف ان في حد يعني معقوله بتجسس، انا اللي كنت بلغت في اللي خلفوه. يعني إذا انتقلنا لقضية أخرى يعني ربما تؤرق نجيب ساويرس حاليا. اون تي في بالنسبة لك بتشكل مشكلة قبل الثورة وبعد الثورة؟ طبعا صداع يعني لا بعده. خسرتني كل أصحابي. مثلا البرنامج اللي اتعمل على أموال مبارك ده وإف جي وأبراج وكده، طبعا الناس دي كلهم ناس. الراجل بتاع أبراج ده قال لك ده نجيب عم عطا بيشلت فينا، راح بايع كل أسامه اللي عند ناصف، خرب بيت في شركة ناصف، وقع السهم. قال ايه ان احنا بنقول انه كان عشان المحطه. لا بس هل لم تعرض مستندات في هذه القضيه؟ يعني مش عايز، ما بقول لك كفايه عشان هم زعلوا، وحسن هيكل زعل وطلع قعد ساعتين مع الراجل برضو يا عم. بس اداله حق الرد في النهايه. حسن هيكل كان عنده حق الرد واستطاع ان هو يرد في نفس المكان. الحلقه ما كانتش موجهه لاي حد في النهايه. يعني احنا يعني في النهايه هل جمال مبارك ما كانش مشارك في حورس دي اللي دخلت اف جي هرمس؟ بالظبط، كان مشارك. ان هو الراجل ما قالش حاجه غلط. يعني هيطلع يقول ايه يعني؟ معلش مع احترامي لحسن حصل خلاص. كان يمكن بالتالي انا ما شفتش الانزعاج الشديد ده جاي منين، لانه مش هيقدر ينفي يعني بالزبط. الواقعه الاساسيه. هم بقى وبعدين في غلطه اساسيه بتتعمل، بيتهيأ لهم ان انا راجل، انا صاحب المحطه، يبقى انا اللي بعمل. انا ولا اعرف بيعملوا ايه. لا نجيب انت لا تتدخل، ما بتبقاش عارف الحاجات الاساسيه اللي غلاوتك عندي، ما اعرف ولا حاجه، ولا بتدخل في اي حاجه، ولا ليا دخل في اي حاجه، وهم هيودوني ده. عشان كده انا لازم اتدخل دلوقتي بتقول انك لازم تتدخل؟ طبعا، لان في حاجات يعني مثلا انا اقول لك حاجه. مثلا قول لي. يوم احداث ماسبيرو دي لما التلفزيون المصري عمل الواقعه الشهيره دي، فجه البير كلمني قال لي ده البير هو مدير المحطه. قال لي ده الدنيا والعه والتلفزيون المصري عمل كذا، وده في محطه 25 يناير مش عارف حصل كذا، والحر حصل كذا. فقلت له يا البير اي حاجه هتعملها دلوقتي هتولع الدنيا
ازيد. فارجوك يعني طبعا ما تغطيش الخبر لانه خبر، لكن ارجو انك تتوخى الهدوء والحرص، بمعنى يعني حرصا على المصلحه العامه يعني ما تولعهاش زياده ان هي ولعه جاهز، فانت يعني ما تقعدش تركز قوي يعني على الموضوع ولا تحط فيه مجهود جامد جدا ان الدنيا ولعه. انا شايف بنفسي لان كان عندي ناس في الحزب اصيبوا مسلمين في هذه المظاهره. كان في ناس من المصريين الاحرار في المظاهره، في المظاهره هم رايحين فجاه انها مظاهره سلميه وماسكين شمع قالوا جيتار وبيغنوا يعني حاجه ما تضحكش صراحه، بس يعني هم رايحين يعني قصدي بكل سلام. انا لو حد سالني كنت اقول لهم ما تنزلوش. هل ليه ما تنزلوش؟ ليه كان عندك يعني شعور ليه؟ انه سيتم مهاجمه هذه المظاهره؟ طبعا كان عندي شعور. انا من بلطجيه ولا من القوات المسلحه؟ لا انا عندي شعور. بس انا هقول لك حاجه هم ما قالوليش كده عشان حد يفتكر ان انا يعني القوات المسلحه قالوا لي كده ولا انا بكلمه. واضح جدا ان في درجه من خلاص بقى من الزهق والتنشن عند القوات المسلحه نتيجه الضغوط اللي عماله تنزل عليهم دي زي المدبات. مره عمال مش عارف مين، مره التحرير، مره مليونيه اللي مش عارف ايه، وراها مليونيه ايه تاني. بس هل ده يبرر قتل 27 واحد؟ لا 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 طبعا لا. انا اول واحد اذنت هذا، مش ده الموضوع. انا بس عايز اشرح لك انا مش في دي دلوقتي، مظبوط. بشرح لك في الحاله النفسيه ما قبل هذا الحدث. كويس. وهم راحوا في التحرير وفي النهايه لما زهقوا فضوا الصينيه. هل هذا واقع ولا مش واقع؟ واقع حصل. اذا هم في حاله خلاص مش عايزين بقى مظاهرات، مش عايزين دوشه، مش عايزين حد يقفل الكورنيش عشان البلد تشم نفسها. كويس. طيب ده موقفهم. الجماعه التانيين بيقول لك احنا كمان مش كل اسبوع هتتحرق لنا كنيسه وتتكسر كنيسه واحنا قاعدين نتفرج. وهو ايضا لهم حق في هذا طبعا. كويس. لكن ما كانش فيه استشعار ان درجه الغضب عاليه كده وان في نرفزه وان الوضع ما يحتملش المظاهرات دلوقتي. بصراحه رايي الشخصي ان مصر لن تحتمل اي مظاهرات اخرى او اعتصامات او اي حاجه دي، والا البلد دي كمان 6 اشهر هتفلس وهتنهار. طب ما نصحتش ليه؟ ما حدش قال لي عارف اكيد ان كان في مظاهره. انت مش فاهميني. كل الناس فاكرين ان انا يعني راجل زعيم بقى. اصل انت عارف اكيد يعني ليس فقط يعني انا مش هكدب عليكي ليه؟ ما انا لو عارف كنت اقول لهم ما تنزلوش. ده هم زعلوا مني لما رحت ازورهم في المستشفى ان انا قلت لهم ان انتوا لو كنت قلت لهم كنت اقول لكم ما تنزلوش. انا عندي استشعار بالحاله دي ليه؟ ما كنتش عارف ده كان في اساوسه على راس المظاهره يا نجيب. وانا الاساس ايوه بس يعني انت قريب من الاوساط كلها سواء الكنسيه او الغير الكنسيه. لا مش زي ما انت فاكره كده، مش زي ما انت فاكره كده. طيب هرجع تاني لأون تي في وبعدين ارجع تاني لهذه المظاهره. أون تي في قبل الثوره كانت عامله لك مشاكل مع النظام وكانت معروفه وكانوا هيقطعوا عليك. وبعد الثوره برضو بعتوا لي جواب قالوا هنقطع عليك برضو. ليه بعد الثوره قالوا لك كده؟ جاي لي نفس الجواب من ده اللي هو ده لما كان لسه النظام موجود. لا دلوقتي من شهر من 3 اسابيع جالنا جواب برضو نهايه الاستثمار هو نفس الجواب. هو نفس الجواب نفس الطريقه يعني. حتى انا حتى اضحك يعني. قلت يعني حتى اللي بعته ده كان المفروض يكسف يعني معقول يغير شويه في الحاجات غير الجمله يقول نفس يا عم الجواب ده. فما جه البير كلمني قلت له رد عليهم. فاكر الرد الشهير بتاعنا اللي نرفز انس الفقي؟ قال لي قلت له ابعت لهم نفس الرد اللي هو ايه بقى؟ ان احنا رصيدنا مظبوطه وان احنا من حقنا نعمل شريط اخباري وان احنا ما خلفناش اي حاجه. ايه اللي كان مضايقهم بقى في بعد الثوره؟ ايه اللي مضايق اللي موجودين؟ انا مش عارفه يعني سواء المجلس العسكري او الحكومه. رايي تروحي تساليهم انت بقى بكل الشجاعه اللي يعني. لا ما اكيد انت عارف ايه النقط اللي ضايقتهم. لا هو وانا هقول لك حاجه بصراحه. بس انا يعني مش عايز ابقى في موقف المدافع عنهم. لا مش مدافع انا بس عايز انا عايز اقول لك حاجه. هم مش محتاجين دفاعي بس صراحه يعني بما ان انا سبب المصيبه اللي هي اون تي في دي في نفس الوقت لازم اتفهم انت. تعالي بس ناخدها بهدوء. انت راجل كنت قاعد بتحارب اسرائيل، بتعمل تدريبات عسكريه، بتشوف امن البلد، بتخطط انك تبقى عندك جيش قوي يحمي هذا البلد. مره واحده بقيت واقف في الشارع بتنظم المرور وشعب اهوى كله ما صدق النظام ينفلت وهو شعب منفلت اساسا. فاللي داخل غلط واللي ماشي غلط واللي بينزل يضرب عسكري اما يوقفه واللي بيكسر على التاني والفوضى. اظن كل واحد فينا النهارده سايق يقول ده ايه الشعب الجميل ده كويس. فمره واحده عليهم يعملوا المرور وبعدين يشوفوا الاكل بتاع الناس اللي مش جاي. وبعدين يا نهار ابيض ده في اعتصام مش عارف في مصنع فين والناس حابسوا المدير الشركه. حاسس ان ده مش شغلهم يعني مش شغلهم ايه ده. حتى لو شغلهم استغفر الله العظيم كانوا كفروا.
يعني انا النهارده هنقذ رئيس هيئه المواصلات المحبوس، والمصانع العمال احتاجه مش عارف ايه، وبتوع المراجل خدوا الارض ورايحين يعملوا ايه، وده مش عارف ايه، وكمان بقى قناه بقى قنوات كلها عاملين وراناش حاجه. قناه مين؟ نجيب ساويرس يعني راجل ثورات ايه، وكل قناه قاعده تتسلى، والمجلس عمل والمجلس ما عملش. يعني دول لو يعني انت مقتنع مش بنواياهم، هم بني ادمين في الاخر، وناس لم يختاروا هذه المهمه، القيت عليهم هذه المصيبه. ويمكن لو هم كانوا شافوا فكر ان هم لم يختاروا هذه المهمه. لا لم يختاروها، شور لا القيت عليهم. طبعا القيت عليهم. لما الراجل بقى راح مسلم لهم الشيله دي او مشي او اتشال، طبعا هم طب مفيش حد يشارك لهم يعني، لا ما كانوش عايزينها، شور يعني ما كانش فيه مخطط. لا انت عايز تقول اللي ما كانش طبعا. ومش عايزين يقعدوا. لا مش عايزين. انا عندي قناعه شديده كده بقولها لك على الهوا هنا، انهم مش عايزين يقعدوا طبعا. هم بس عايزين يشوفوا البلد هديت واستقرت قبل ما لان لو مشوا ووقعت الناس هتقول هم اللي وقعوا. وقعت علينا كلنا كمان. لا هتلومهم هم انها وقعت. طيب يعني انا ممكن امشي لما الاقي ان الدنيا عدت يعني. بعد الجو يعني انا عندي مثلا، يعني انا من 10 ايام جبت، ما دخلتش في قناه زمالك اللي جبت قلبي، قلت له قلبي من فضلك الفتره الجايه الشهرين دول عايزين نركز على الانتخابات بقى. طيب. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني نجيب كل حزب يعرض برنامج، تديله نفس المساحه من الوقت، وابتدي ارجوك بالحريه والعداله عشان ما حدش يقول دي قناه نجيب ولا كلام من ده، تبتدي بيهم وتجيب الوسط والعدل والتجمع الديمقراطي، واحنا جبنا حتى في الاخر مش مشكله في النص عشان ما حدش يقول حاجه، وتدي كل واحد ساعه يجي يتكلم على برنامجه، مرشحينه ايه في وجهه نظره. وده دور مهم جدا للاعلام في الفتره دي. لا ما انا كمان مش، لان انا شايف ان ده كمان ده يدي فتره من الهدوء عشان نعبر الانتخابات. ليه بقى؟ في نظريه المؤامره. أيوة. عند ناس كتير جدا بتقول لك لا ده انتخابات يا عم، ده هي هيحصل عنف وضرب وهيجوا عشان ما ننزلش، والجيش هياخد دي فرصه وهيروح قاعد مش ماشي. كويس. طيب يبقى انا كاعلام مصلحتي ان ده ما يحصلش، صح؟ يبقى مزبوط. مصلحتي ان في الفتره دي كمان ما تناولهمش بقى بالتجريح والخسف وكده، لان لحد ما نعدي المرحله دي ويجي حكومه ديمقراطيه والجيش يرجع مطرحه. لو انا بقى قعدت كمان اسخن واهيج واشتم واعمل، طب انا بساعد في البلبله واللخبطه. انت كنت حاسس ان في بعض البرامج عندك بتثير التسخين والانتقادات الزايده؟ ايوه طبعا. بس هو المشكله الاساسيه ان اي واحد يعني محترم، صاحب محطه محترم، لا يجب ان يتدخل في المحتوى. دي مسؤوليه رئيس تحرير، مسؤوليه رئيس القناه، مسؤوليه الناس دي. ماذا حدث في برنامج الزميل يسري فوده؟ لا شوفي قدام ربنا كده، ويسري يعلم هذا. اولا اي حد يحاول ينتقص من مهنيه يسري فوده ومبادئه، لا على الاطلاق. يسري زميل عزيز كلنا. لا بغض النظر، ده شخص مش زي بقيه الناس كلها. ده راجل ما عندوش اجنده، وراجل حقاني ويمشي ورا الحقيقه، ومواقفه معروفه وكل حاجه. ده كان قراره هو الشخصي. لم انا بقول بصراحه ما رفعتش عليه سماعه تليفون يا نجيب. ان شاء الله اعدم عيالي بعد الشر. انا مش عايز عايز اعتذر عن مراتي ان انا حلفت كده، بس انت شفتي يقول لك لم ارفع عليه التليفون ولم ارفع على اي حد ولا اي حاجه، ولا حد رفع عليه التليفون انا وقال لي قول له يمشي. ما حدش المجلس العسكري قال لك بلاش حلقه انتقاد؟ قلت لك على اللعبه دي ما قالوا لكش. عايز اقول لك حاجه، لو حصل كده، لو كان ده حصل يبقى يسري عمره ما هيرجع المحطه دي، صح؟ هل يسري ده يقبل ان نجيب يكلمه يقول له تعمل ايه وما تعملش؟ اساليه. طب امال وقف برنامجه ليه؟ هو اولا انا عايز اقول لك حاجه، يعني لو انا من حقي بقى كمشاهد بقى مش كصاحب محطه اتكلم، مش اون تي في اللي بتعمل حلقه تعلق على حلقه في قناه ثانيه، لا مؤاخذه يعني اذا كان بقى بنتكلم في الاعلام يعني مش انا اللي اون تي في اللي تروح تعمل حلقه عشان تعلق على حلقه. يعني لو انا كنت مدير المحطه دي كنت هنتقد الحلقه دي لسبب مهني. بصي انت ترضي تعملي حلقه عشان تعلقي على حلقه ثانيه؟ صح؟ ده انت لما عرفتي ان انا مش عارف عملت انترفيو فين قلت لي لا يبقى مش هعمل الانترفيو، صح؟ مظبوط. طيب يبقى مش احنا مش قناه درجه ثانيه يعني نجيب الخبر ونقلبه يعني، ده من الناحيه المهنيه. لكن امام ربنا زي ما بقول كده لا حد كلمه ولا حد قال له. بس هو انا على ثقه. بص لو انا كنت كلمته يبقى هو مش راجع. وانت تتوقع ان يسري فوده عائد الى المحطه؟ انا متوقع كده. انا متوقع ان هو تصرفه ده، هو شايف الجو كده ما عجبوش خد قرار. وبعدين خدي بالك هو مين اللي يقدر على يسري فوده ده؟ لا مؤاخذه لحد فاكر ان انا ليا يعني تاثير عليه؟ لا
ده ممكن يبقى تاثير منطقي. يمكن حس ان في ضغوط من كذا مكان. يعني اقول لي حاجه، يعني مثلا ايه، طب ما حسن ايه كان راح تلعب معاه، هل حسن كلمني انا عشان اقول لهم يطلع؟ اسالي حسن، ده انا فوجئت لقيت حسن على المحطه. وحسن لو سالني كنت اقول له حسن ما تطلعش. كنت هتقول له ما تبوظ للراجل الحلقه. لا بغض النظر انت طالع تدافع ليه وعن ايه؟ انتوا كان مشارككم ويعني ما يكون مشارككم، المهم احنا نشوف الشراكه دي ثبت عنها اي مكاسب ليكوا، عملتوا حاجه غلط. هو طلع يقول كده، ما عملش، ما حصلش. يعني ايه فيجيلر ما كانتش محتاجه. طب هو بس يوسف في بيانه اتكلم على ضغوط من لابقاء النظام السابق، وان المؤمنين بالثوره لم يعودوا، يعني مش هم المحيطين بيه، يعني اتكلم عن ضغوط كتيره او اشار في البيان اللي هو اصدره. يعني عشان اكون دقيقه في النص، تتكلم على محاولات حثيثه لابقاء جوهر النظام الذي خرج الناس لازاحته، وضغوط مستمره وما الى ذلك. الضغوط دي جايه منين؟ ما اعرفش جايه منين يعني. لا يعني لكن لو جايه مش هتبقى غير جايه من المجلس العسكري. هو مين اللي هيعمل ضغوط دي؟ طب هل ضغط عليه؟ لمعلوماتك، هل المجلس العسكري كلم يسري فوده؟ كلم البير مثلا يقول له؟ اسالي يسري. لا البير ما حدش كلمه، لكن اسالي يسري حد كلمه. هو القرار ده خده ليه؟ يعني ما اتصلتش من ساعه هذه الازمه، لم ترفع سماعه التليفون لعلاقتك الوطيده بيسري انك تتصل بيه تقول له يا يسري حصل كده ليه؟ لا طبعا، لان انا احترمت قراره وخايف ان يفتكر ان انا عايز اثر على قراره. انا عايز زي ما كان قراره هو يعني يوقف الحلقه دي او انه ياخد اجازه، انه يبقى قراره هو اللي يرجع من غير اي تاثير مني. انا بحبه جدا، والمحطه من غيره مش هي المحطه اون تي في. من غير يوسف وده مش اون تي في بصراحه. يعني في اخبار ان هو داخل في محطه جديده، اكتتاب شعبي مع عدد من الاعلاميين لمحطه جديده، وقال لهم انا هعمل لكم برنامج مره في الاسبوع. ده الانباء يعني، رايك ايه في الموضوع ده؟ يعني مش عايز ازعل الناس اللي يعملوا كده، بس انا شايف ان المشكله هتكون في، هي المبادره يعني حلوه يعني، لكن شايف المشكله هتكون في التفاصيل يعني في التنفيذ. يعني المبادرات دي غالبا ما يعني وراها بتبقى يعني زي شعارات فيها عاطفه اكتر من انها تيجي تنفذيها تلاقيها فيها مشاكل كتير قوي. هو النهارده هيئه سوق المال اصدرت بيان قالت انه لا يمكن الاكتتاب الشعبي بدون نشره رسميه من هيئه سوق المال وقواعد رسميه. يا اخي نقطونا بس كده يعني بس يعني ولا شافوا الراجل عمل اكتتاب يعني ولا لما حاجه يعني، بس هو اي حاجه تروح داخل فيها بس ده الاكتتاب يعني. احداث ماسبيرو، المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي اتكلم على ان هناك نشطاء ورجال اعمال بيمولوا هذه المظاهرات. تفتكر دول مين؟ انا شخصيا مش مصدق الكلام ده. انت شايف انه في ايدي خارجيه؟ دايما يقول لك ايه القله المندسه، الايدي الخارجيه. مين دول الايدي الخارجيه؟ انا عندي النظريه المصري اللذيذه اللي دم خفيف ان احنا الحمد لله ربنا مسلطنا على نفسنا ومش محتاجين حد من بره يجي. احنا لوحدنا الحمد لله مسلطين على نفسنا ومش محتاجين حد من بره. لا طبعا لا، مش مقتنع ولا مقتنع بالكلمه بتاعت القله المندسه ولا الكلام ده يعني. لا قله مندسه من الداخل ولا من الخارج؟ لا خالص. لا انت مش مقتنع بنظريه الموضوع؟ ولا انا مقتنع ان على الاطلاق ان الجيش كان ينوي هذه النتيجه او كان يريد هذه النتيجه من اللي حصل ده. لا يمكن. شايف الحل فين؟ قانون دور العباده متعثر دلوقتي، بنتكلم على تعديل في قانون الاسكان. الحل فين؟ الحل ان اول حاجه اي من ياخذ القانون في يده ويهدم مكان للعبادة سواء كان مرخص أو غير مرخص لابد أن يحل العدالة، لأنه ليس هو الجهة المنوط بها إقرار القانون، وبالتالي هي دي الغلطة الأساسية. أي حد يعتدي على مبنى هيقول لي ليه ترخيص ملوش، كان كنيسة كان مضيافة كان بدل في ناس بتصلي فيه، أصبح إن اللي يتعامل مع هذا المكان هي الدولة وليس حد آخر. ايوه الحل فيه اصدار. وبالتالي كان الاصدار ده تالي للحكايه دي. افرض اصدرنا قانون لدار العباده وجت كنيسه بتتبني حسب القوانين بالظبط وكل حاجه، وجم ناس وقفوا الكنيسه ولا هدوها، العقاب هو المهم كده، الجاني يعاقب. فين بقى الجاني اللي يعاقب ده؟ في كل الكنايس اللي اتحرقت. فانا قلت، حتى انا ليا راي، قلت طب ما دام هنستنى، ما دام الدولة غير قادرة انها تحيل الجاني الى المحاكمة وان تقبض عليه، فقلت نروح للي ممكن يبقوا جناه. يعني انا عندي مبادرة شايف ان انا عايز اعملها يعني، وهي ان انا اروح للقوى المتطرفة دي اقول لهم يا جماعة بنرجوكم ادوا فرصة للبلد دي زي كل اللي بيضربوا وبيعتصموا، وانا بوجه نداء ليهم دلوقتي عن طريق يعني نرجو كل اللي بيعتصم واللي بيضرب
واللي بيحرق كنيسه ولا بيكسر، من فضلكم اجلوا كل المسائل دي لحد ما ندي فتره للبلد دي انها تهدى، وتيجي حكومه احنا اللي منتخبينها، والجيش يرجع يشوف مهمته الاساسيه اللي هي نحمي حدودنا مع اسرائيل واحنا مش عارفين هيحصل فيها ايه، وليبيا البلد بقت هناك دلوقتي لسه مش عارفين السلاح اللي جاي ده كله رايح فين وهيحصل فيها ايه، والسودان مش عارف حصل فيها ايه. اذا اللي بيحب مصر بالفعل يديها بس فرصه تشم نفسها 6 اشهر. بس بتوجه نفس الكلام ده للاقباط اللي شايفين ان لديهم حقوق والحقيقه لديهم اعتداءات على الكنائس والجاني لا يعاقب زي ما انت بتقول. قبل ما اوجه لهم كده واقول لهم ما تزعلوش يعني، بقول للجاني من فضلك ما تحرقش تاني. يعني انا مستعد اروح اقعد مع كل القوى دي، مش عايز اسميها عشان ما يزعلوش مني لان انا طبعا يعني مش ناقص، اقول لهم يا جماعه مستعد اجي معاكم بحيث نعمل ميثاق شرف مع بعض او نعمل زي حاجه تمنع حدوث هذا مستقبلا. ممكن الحزب المصري الاحرار يتبنى المبادره دي؟ طبعا ممكن طبعا. يعني عايزين نتكلم عنهم نقول لهم يا جماعه ايه، افرض ان انت يا سيدي متضايق من المبنى او الصليب بيثير مشاعرك زي ما انت بتقول او تضايقنا، طب ممكن ناجل الضيق ده شويه 6 اشهر بس نوضب البلد ونطلع القوانين المظبوطه وبعدين نتعامل مع خلال القانون يعني. بس انا عايز اقول لك حاجه، وانا مش بحاول اخوف قوى الثوره وائتلاف شباب الثوره ولا عايز اخوف اي حد تاني، انا بقول لهم بالفعل البلد دي لو ما خدتش مسحه من الوقت بهدوء من غير اعتصامات واضرابات وهدم كنائس والقرف اللي احنا شايفينه ده لن تقوم لها قائمه. هل شايف ان في ناس بتسعى لكي لا تقوم لنا قائمه؟ طبعا في ناس نفسها، هقول لك كل اللي انزحت منه المكاسب بتاعته واللي كان اللي واخدها سواء من انصار اسميه ما يلقب بالفلول ده المصطلح الجديد يعني اللي استعملوه او كده، نفسهم ان الدنيا تخرب عشان لك شفتوا بقى ده اللي انتوا كنتوا عايزينه. دول نمره 1. بعد الدول اللي حوالينا الدول العربيه ماليش ما تقوليش بقى انت ايوه ما حواليناش حاجه تانية، ماليش دعوه بقى وخلاص، ما فيش داعي مش عايزين نزعل حد مننا. احنا محتاجين الناس اللي حوالينا اكتر ما هم محتاجين لنا، فمش عايزين نزعل حد. لكن بالفعل هم النهارده يقول لك طيب احنا عايزين الناس دي تشوف الثورات عملت ايه عشان ما حدش يجي يعمل ثوره عندنا. برضه وجهه نظر ليهم هم يعني، طبعا جايه لهم مفيش يعني الانظمه دي كلها لازم يفهموا ان مش هم مش احسن مننا، لو ما طوروش ما بقى انفسهم شعوبهم هتطورهم غصب عنهم، بمعنى ان هم النهارده يحبوا قوي يشوفوا ان الثوره دي فشكلت البلد، خاصه ان كان في استياء جامد جدا من اللي حصل مع الرئيس وكده، مش كل الناس شايفه ان الطريقه اللي اتعامل بيها دي كانت لازمه يعني كويس، وهم كمان مش شايفين كده، وده في قطاع كبير منهم جدا بيقول لك ايه اللي عملتوه ده وليه تعملوا كده في الراجل مش عارف ايه. طب ماشي يعني بغض النظر عن كل ده هم ما لهمش مصلحه بقى ان الثوره دي تنجح، وبالتالي دي قوه كلها تريد استمرار الفوضى في مصر. بس ما بقولش انها بتساهم في هذا، مش مقتنع بنظريتي. مفيش فلوس بتدفع؟ لا انا مش مقتنع بنظريتي. هو الفلوس بتدفع عشان الناس تطلع تعتصم وتضرب وتقول عايزين مرتبات اعلى؟ مش عارف يعني، ما اعتقدش ان الفلوس بتدفع عشان الناس اتحرقت كنيستهم بيطلعوا يقولوا لا ما تحرقولناش كنايس ثانيه ويموت منهم 30. طبعا لا. انت شايف ان نحن اولى بانفسنا يعني احنا الحقيقه يعني بقوله لو حد ضربني وكسر لي العربيه هقول له معلش ربنا يسامحك لحد ما الدنيا تتصلح. للدرجه دي يعني انا رحت ماسبيرو مره عشان امشي الناس قبل دي قبل في المظاهرات السابقه. فاول حاجه رحت بوعود معينه، كنت عملت اتصالات عشان الناس تهدى، والوعود دي تحققت في الاخر معظمها ما عدا القبض على الجاني يعني زي كل مره. لكن الولاد جاي هيقبضوا عليه بيدوروا عليه بس نجيب. لكن وبعدين فكان منطقي طبعا، انا راجل بقى عايش في البلاله يسهر ولا حاجه، فبقول للولاد اللي هم محروقين على الكنيسه اللي اتحرقت دي مصر اولا على الشتايم اللي خدتها. طب يعني انا بصراحه مقتنع بكده يعني، انا مش مقتنع ان انا هضيع عن مصر، استغفر الله العظيم يعني مش قصدي حاجه على الكنيسه بس الكنيسه اقل البلد اولى يعني من اي كنيسه يعني. بتعترض على يعني انا مش هضيع بلد عشان كنيسه زياده او كنيسه اقل يعني، فاهم ازاي؟ فانا قلت لهم يعني نشوف بلدنا بس الاول، ويعني مصر مهمه قوي. بس ده مش راي كل الاقباط يعني، البعض يعني البعض بيلجا حتى للخارج، بيلجا للكونجرس، بيلجاوا لجمعيات دوليه ده مش رايك يعني، انت راي مختلف. خيانة عظمى واخد بالك، دي بقى واحد باع مواطنته عشان طائفته. انا شخصيا لو مصلحه بلدي ومصلحه طائفتي تعارضت هشوف مصلحه بلدي الاول، ده رايي. الان مفيش سمو اكتر من سمو شعور المواطن ده، شعور الوطن ده اسمى من اي حاجه تانية. وبعدين ما حدش قال لك انك تخالف دينك يعني، مش بقول لك ان انت تسكت اما حد يكسر لك كنيسه او يحرقها، لا
واخد بالك؟ بس احنا في يعني اما تدي المظاهرات دي دايما تدي رساله وتمشي وتدي فرصه للحل، ما حصلش تبقى ترجع تاني. يعني مش مشكله زي ما كنا بنقول ايام التحرير الميدان موجود، وهو في الاخر حصل ايه؟ في الاخر برضه مشينا من التحرير وبقينا بنرجع للتحرير، بس الدنيا تمشي. حصل ولا لا؟ هل الثوره دي الثوار ما رجعناش للتحرير تاني؟ ما رجعنا كذا مره، صح؟ مظبوط. طب بس كنا بقى نمشي المرور والدنيا ترجع ونرجع، مش مشكله. نجيب هنقف هنا دقائق ونعود بعد الفاصل، فاصل ونعود لهذا الحوار الساخن جدا مع المهندس نجيب ساويرس. نجيب قلقان من الانتخابات؟ لا مش قلقان، يعني كنت سعيد، يعني انا يعني كنت قصدك يعني من النتيجه. قلقان من النتيجه؟ طبعا قلقان من النتيجه، لان لله والحمد حزب الكنبه، يعني انا حزب المصريين الاحرار بنروح لقطاعات الاعمال عشان يدونا تبرعات ما حدش بيدينا، بنروح للمثقفين يا جماعه انزلوا دافعوا. القطاع الخاص ما بيدعمش، يعني نقطه في بحر، يعني من كل 10 نكلمهم واحد. هم مش حاسين بالقلق، مش حاسين بالخطر، مش حاسين بان ده برلمان المستقبل، برلمان الدستور. يعني معلش، هل انا النهارده قادر اقعد في بيتي اتفرج على مسلسل او على فيلم انا نجيب؟ يعني لا طبعا، محدش فينا قادر. لا كتير قاعدين بقى عادي جدا يعني، وبخرج بالليل الاقي الناس ايه، ها بقى اخبار الحزب بتاعك ايه، انتوا عاملين ايه بقى؟ يعني المسألة هو نادي الاهلي نازلين في ماتش الدوري، تكونش نازلين في الدوري وانتوا فاكرين الدنيا؟ يا جماعه اصحوا، ده تاريخ مصر ومدنيه مصر على المحك يعني. فانا طبعا حاسس الانتخابات القادمه دي سيكون لها النصيب الاكبر من التيار الاسلامي، وبالتالي والبوادر بتاعت تونس دي بتقول كده. اذا كان تونس البلد المنفتحه حصل فيها كده، هيحصل ايه هنا؟ وده يلام عليه اساسا. انا مش بقول ان احنا ضدهم ولا ان هم كده، لكن احنا كنا عايزين توازن في مجلس الشعب القادم ده. يعني انا ما حدش النهارده يقدر يجي يقول لا احنا مش عايزين الاخوان، مش عايزين حزب الحريه والعداله، ولا يبقى مش ديمقراطي، يبقى كمان بيفكر. ايوه بس هنا المسؤوليه على مين؟ هو حزب نازل بيقول والله انا دي شعبيتي، على كل الناس السلبيين دول اللي قاعدين في بيوتهم. اليوم 28 نوفمبر هينزل يروح الدائره الانتخابيه، هيلاقي طابور طويل قوي، هيلف ويمشي، يروح ماشي، انا ورايا شغل، انا ورايا بتاع. بس اللي في الاستفتاء نزلوا يا نجيب، وفي الاستفتاء وقفوا طوابير طويله. مش كلهم مش كلهم اللي نزلوا، الاكتريه من اللي بياخدوا تعليمات لازم تنزلوا بيروحوا كلهم، او بيناموا الليله اللي قبلها قدام الصندوق، والنتيجه جت عشان يعني من ضمن الحاجات يعني يروحوا بالليل يناموا قدام الصناديق عشان البهوات الحلوين دول بتوع الزمالك والمهندسين ومصر الجديده لما يجوا الصبح ويلاقوا الطابور طويل قوي يمشوا، ونروح احنا بدايه في السكه. قضيتكم الاساسيه في المصريين الاحرار هي مدنيه الدوله، دي القضيه الاصليه، دي القضيه الاساسيه. غير كده احنا حاسين انها معركه شاقه يعني هم عايزين يصورونا ان احنا ناس كفره، وان احنا الليبراليه دي كفره والعلمانيه دي كفره. كلام فارغ كله ده. كلنا ناس مؤمنين وعارفين ديننا كويس جدا، وكلنا بنصلي وكلنا بنصوم، كل الحزب 80% من المسلمين اللي فيه كلهم ناس بيروحوا يصلوا يوم الجمعه انما المساله ان احنا دي دوله، دي بلد فيها تاريخ وفيها حضاره، وكانت مناره للثقافه ومناره لكل حاجه، ومناره للحريه وحريه الاعتقاد وحريه عدم الاعتقاد كمان. هل حاسين ان الليبراليين ما بيعرفوا يتحالفوا مع بعض؟ وعلى فكره ولا الاسلاميين ايضا، لكن لا في التكتل في الكتله مثلا كنتوا 20 حزب بقيتوا 3 في الاخر. دي كانت خناقه على المراكز الانتخابيه والنفس زي ما حصل بين الوفد والاخوان، وهي كانت فكره رومانسيه. القائمه الوطنيه الكتله الوطنيه كانت فكره رومانسيه يعني، والناس تقول لك لا اتحدوا مع بعض عشان تبقى اقوياء. طب ما عمل تيجي تتحد ازاي؟ تيجي تعمل قائمه انتخابيه فيها واحد من الحزب ده والتاني من الحزب الثالث والحزب الرابع، فتطلع قائمه في الاخر كلها مش متماسكه واسمنا اتحدنا. يعني هي كانت فكره رومانسيه، انا ما رضيتش اكون انا اللي ببوظها يعني. بس انت كنت شايف ده؟ كنت شايفه. وبعدين المشكله الاساسيه ان عندي ان القطب الاساسي اللي كان قصادنا الدكتور ابو الغار وكده شخص يعني من العظمه، انك انت ما تقدرش تروح تقول له اي حاجه يعني، وانا ما اقدرش اقول له اي حاجه يعني. طب في النهايه المصريين الاحرار نازل بقوائم لوحده ولا نازل بقوائم مع الاحزاب الاخرى؟ مع الاحزاب الاخرى برضه، وده واضح ان شكل الموضوع مش عاجبك. مش عاجبني لا يعني. هو طبعا انا مشيت ورا الدكتور ابو الغار لان هو اكبر مني وهو راجل ما حدش يقدر يزايد عليه،
الراجل نزل في سنه ده اتضرب وكان عمل معاه كفايه وقبل كفايه وكده يعني. فطبعا انا يعني ما اقدرش واحد زي ده اقول ان انا يعني رايي غير كده. هو كان حاسم في هذه قضيه التكتل ده. نازلين كم مرشح؟ لا احنا غطينا ككتله غطينا كل المرشحين. متوقع تاخد كم كرسي؟ انا متوقع بس مش هقدر اقول كده عشان الحزب عندي يزعل قوي، لكن يعني متوقع يعني 50 كرسي 70 كرسي على اكتر تقدير يعني. على احسن تقدير. ومتوقع الاخوان الا اذا حزب الكنبه نزل واتحرك ويوم 28 نوفمبر ما راحش الشغل وما عادش يتفرج على التلفزيون وما عادش في البيت وخد الولاد اللي فوق ال 21 سنه وراحوا صوتوا للدوله المدنيه. وانا بقول لهم كده، انا عن نفسي هغسل ايدي بعد عملت اللي عليا. انا لا بيا ولا عليا ولا ليا غرض. انا لا انا رئيس حزب ولا ترشحت في مجلس الشعب عشان اخش ولا حصانه والكلام الفارغ ده، ولا ليا اي منفعه، وشغلي كله بره. صح ولا غلط؟ مظبوط. شغلي كله بره ماليش فيها غير ان انا عايز اقعد فيها، مش عايز اروح حته تاني. لما تقولي لي احلى حته في الدنيا كلها واحلى قصر واحلى مكان، اروح اقعد اسبوعين ثلاثه ماشي اتفسح، انما هنا مش عايز اروح حته تاني. لو متوقع الاسلاميين ياخدوا قد ايه؟ او التيار الاسلامي السياسي، الحريه والعداله والسلفيين؟ اغلبيه اللي هو فوق ال 50% يعني؟ ما شوفي، لما حصلت جمعه قندهار دي بتسميها جمعه قندهار؟ هي اسمها كده جمعه قندهار الشهيره دي. دخل عندنا الحزب 20,000 في اسبوع. كنا 110 بقينا 130,000 او 100 بقينا 120 مش فاكر. من القلق. طبعا من الخوف. هم يعني انا عايز اروح اقعد مع الجماعه ايوه التيار الاسلامي السياسي يعني. لا ما مش السلفيين بالذات. لانهم مش يعني بصي، السلفيين يعتبروا مش تيار سياسي، هو تيار ديني لكنه امتحن السياسه. معلش يعني برضو انا عايز ابقى عايز اديهم يعني اطراء يعني. بمعنى لا هم تيار ديني وبالتالي التعامل معاه اسهل في رايي شخصي، لان ما عندوش طموحات سياسيه يعني. فاهم؟ اسهل من التعامل مع الحريه والعداله او الاخوان؟ انا رايي كده. بالعكس، الاخوان ربما يكون الشفافيه عندهم اكتر، المبادئ واضحه. الاخوان داخلين ببرنامج سياسي وهو استيلاء على السلطه والتحكم. التانيين عايزين عندهم عقيده بتقول لهم في حاجات في ديننا عايزين نضمن انها بتتنفذ. بس الاخوان عمرهم ما قالوا استيلاء على السلطه، هم قالوا مشاركه وقالوا ان احنا مش استيلاء يعني هم داخلين ينافسوا من حقهم زيهم زينا يعني. سوري اللفظ يعني ما تسخنهمش علينا اكتر ما هم سخنين يعني. لو حصل الاخوان بالفعل او التيار الاسلامي السياسي على اغلبيه او على نسبه كبيره، انت شايف مستقبل البلد ازاي؟ اول حاجه اقول لهم عندي خبر وحش، اقول لهم احنا قاعدين على قلبكم يعني. مش هتمشي يعني برضو؟ لا احنا قاعدين، واذا خدنا 10 120 100 هنقعد وهنكافح من اجل مدنيه الدوله دي في مصر ومش هنستسلم ابدا. فاذا في جولات اخرى وثانيه وثالثه هنقعد هنا، عمرنا ما هنتنازل عن مدنيه الدوله. اذكر ان انت قلت لي في حوار سابق ان مش انت الوحيد اللي بتمول الحزب، وانت هتمول اقل جزء، يعني انت هتكون من اقل الممولين. اديني بقول لك اهو قاعد بندم اهو بندم يعني. طبعا في رجل اعمال اخر او اثنين او ثلاثه يعني ساهموا، وامبارح عملنا ايفنت فاند ريزنج ايفنت وكان ناجح جدا، جمعنا منه رقم كويس جدا وجبنا فيه فنانين كتير اتبرعوا بلوح واعمال فنيه وكده وعملنا عليها مزاد وجبنا برضه رقم كويس. بس حتى هذه اللحظه نجيب ساويرس لا يمول الجزء الاكبر؟ لا مش الجزء الاكبر يعني، ما زلنا ماشيين تقريبا يعني بالتساوي يعني. وكل الاوت دور او الاعلانات اللي في الشوارع والاعلانات اللي في الصحف لا دي يعني مكلفه يا نجيب. ما ده من التمويل اللي بنلمه يعني، مش ان انا اللي دافعه كله، لكن انا دافع جزء كبير فيه طبعا يعني بقيت خلاص يعني نسبتك بتزيد دلوقتي. لا هي يعني ما انا بقى جيت في الاخر ما لقيتها كده فقلت لهم بقول لكم ايه، جنيه قصاد جنيه يعني. مثلا انتوا تلموا جنيه انا ادفع جنيه، انما كده اللي مالها 50% يعني هتمول 50% يعني او اقل يعني. متوقع ان سلاح المال ينزل تاني الشارع في الانتخابات دي؟ لا هو نزل يعني احنا النهارده رايحين بنحقق، بنقول ان 6 ابريل خدوا فلوس من امريكا ومش عارف ايه والايه. طب دول خدوهم في النور يعني. بيعملوا لهم تدريب، عملوا لهم كذا. بس ده تدريب لان جي او. حد راح يراجع الحريه والعداله بيصرف منين؟
حد راح يراجع على التيار السلفي مثلا بيمول الاتوبيسات اللي راحت يوم كاندهار دي كلها والاكل بس هم لديهم رجال اعمال كبار ايضا. ماشي كويس، يظهروا بقى. انا ظاهر اهو، انا طالع عليك على الشاشه وبقول لك، انت بتقولي لي جنيه لجنيه، قلت لك ماشي، هو حاليا كده نرجو ان يقل. انا ظاهر اهو. بس بتكلم على الاسلام. انا بسالك انت. ايوه مش انت. انا ما عندناش مشكله حد يجي الحزب عندنا يلاقي كل الاسامي الناس والتبرعات جايه ازاي وكل حاجه. حد راح عمل هذا هناك؟ انا شخصيا جات لي معلومه ان في لوكش جات من بره يعني. من بره؟ طبعا. بس هم اللي في الداخل قادرين، الحريه والعداله او الاخوان لديهم رجال اعمال كبار. يجي بقى يورينا المبنى ابو 50 مليون ده و60 مليون اتبنى منين، مين اللي اتبرع بيه، يطلع ياخد وسام حتى انه بيتبرع للحزب وللدين وكل. يعني اهلا وسهلا. تتوقع ان سلاح المال السياسي في الشارع بمعنى فلوس تتضخ، خدمات، خدمات ده اسلوب متبع من زمان يعني، واحنا مش عارفين نجاريه طبعا. طب ما تفكروش تعملوا؟ مش قادرين، ما عندناش الموارد اللي نعمل كده. ما اقدرش، انا ما عنديش موارد ان انا اروح اشتري لحمه رخيصه وابيعها، واجيبها جايبها من الجيش بسعر رخيص وابيعها واوزعها على الناس، ولا اروح اجيب زيت وسكر واديه للناس. وبعدين دي رشوه في النهايه. انا عايز واحد اللي يجي يدي صوته للوطن، لله والوطن، مش تفتكر الناس هتدي صوتها عن قناعات ببرامج احزاب، ولا هتدي صوتها برضو لخدمات وكده؟ انا عايز اخش سريري بالليل وانا مراعي ضميري وضميري قدام ربنا، وعملت عليا البلد دي بقى. كل واحد بقى هيبيع صوته عشان كيلو سكر وانا ما اقدرش احكم على الناس، ما الناس جعانه وناس غلبانه، وانا ما اقدرش احكم على كل واحد عمل كده ليه ولا راح. انا ما اقدرش اقول لكل واحد يعمل ايه. انا كل واحد يراعي ضميره. افرض ان الراجل ده ما عملش كده وعنده عيال في البيت مش لاقيين ياكلوا، هقول له ازاي خدت السكر والزيت؟ ما انا اللي غلطان ان هو مش لاقي ياكل. الاقباط هينزلوا ينتخبوا المره دي ولا؟ يعني برضو بوجه رسالتي عن طريق ابوس ايديكم، بلاش السلبيه دي، وبدل المظاهرات والاعتصامات انزلوا مره ادوا صوتكم عشان ما تزعلوش بعد كده، لان برضو هم جزء كبير منهم سلبيين يعني. بعد ما يعني انا عايز اقول لك حاجه، على قد المآسي اللي حصلت انا بحني راسي للولاد اللي نزلوا قدام ماسبيرو دول ولعائلاتهم وللشهداء وكده. بعد ماسبيرو انهم نزلوا في ايجابيه في انك تعترضي، حتى ان كان زمان ما كانش بيحصل يعني ان حد يعترض على اي حاجه. في اباط كتير مشيوا بعد ماسبيرو او فكروا ان هم يمشوا. انا لما رحت الكاتدرائيه متى حاسس ان في اتجاه كده لا ناس كتير يعني يقولوا لي كلهم نروح فين يا باشمهندس، يا باشمهندس نروح فين؟ انت عارفه الصراخ اللي كان في الكاتدرائيه كان ايه؟ لا 10,000 واحد مسلمين كتير جم يعزوا، كانوا موجودين في اليوم ده. يا رب يا رب، بيشتكوا ربنا. هيشتكوا لمين؟ يعني الام دي اللي راح ابنها ده اتدست عليه ولا راح مات ولا بتاع، هتشتكي لمين؟ راح تشتكي لربنا. شايف ان الكنيسه لازم يعني تطلق يدها شويه عن الاقباط، ما تبقاش هي الراعي، هي اللي بتتكلم باسمهم، هي اللي يعني ما هو برضو الكنيسه مسؤوله عن عزله الاقباط، على انها ضمتهم جوه وخلاص، هي اللي بتتكلم باسمهم، هي اللي بتفاوض باسمهم. حتى المظاهرات بيتصدرها الاساوسه، القبطي مصري زيه زي المسلم، على الاقل احنا بننادي ان حقوقه تكون متساويه، وبالتالي يجب ان يخرج من عباءه الكنيسه زي ما بنقول للمسلم بالظبط انه يخرج مدنيه الدوله بجد. هو لازم يبقى فيه بديل مدني يعني. بديل مدني ده في ايه؟ في حزب ولا بديل مدني؟ بص انا ما صدقت ان العلاقه تبقى كويسه برضو. انا كنت حصل يعني مشاكل مع الكنيسه برضو؟ كان حصل يعني غلطه من ناحيتي انا، ما انت عارف انا برضو احيانا كده يعني، فكنت عملت تصريح كان يعني ما كانش موفق، وكان في اساءه لسيدنا بابا يعني، وبالتالي يعني وانا برضو اعتذرت لانه كان انفعالي شويه، وكان ممكن اقول نفس الرساله بطريقه اكثر يعني. بس شايف ان ربما يجب ان يعني تطلق الكنيسه يدها عن الاقباط وتسيبهم. ما يجي بديل، بس يعني في بديل يعني ممكن مثلا يكون في هناك مجلس حكماء من الاقباط المعتدلين يتولوا هذا الدور المدني، ويتولوا يعني كده، ممكن يبقى حاجه زي كده تبقى مقبوله، لان الكنيسه ايضا دايما يشوبها شائبه او عليها العين ان هي ليها مؤاخذه ديني يعني، زي مثلا في مسائل. ممكن اديكي مثل كويس على تعارض بين تفكير ناس العلمانيين او المدنيين زينا وتفكير الكنيسه يعني. اديكي مثلا في تعارض يعني. يعني مثلا ايه، ست اتخطفت او مش اتخطفت، ست اسلمت يعني، حبت واحد مسلم وراحت اسلمت وراحت له بارادتها وكل حاجه، وبعدين يبتدي بقى محاولات من قرايبها يرجعوها تاني والكنيسه تتدخل. طب انا وجهه نظري
ان الكنيسه ما تتدخلش، خلاص هي حره بقى، هي كل اللي مطلوب منك تروح. يا ستي انت اسلمتي يعني بارادتك، ولا حد مثلا خطفك غصب عنك ولا كده، اسلم بارادتها خلاص، ما نروحش نتدخل في هذا الموضوع. بالنسبه للكنيسه جاي قد يكون لها وجهه نظر اخرى، لان دي شغلانتهم الشاغل ان هم ينقذوا الروح الانسان اللي ضل عن الله وعن ضل عن دينه، وبالنسبه لهم دي ضلت عن الدين اللي هم ودي شغلانتهم بقى، دي وظيفته يعني ان هو يروح ويوعي ويعمل وكده. طب ما هو انت هتروح توعي وتعمل، ما انت بتيجي بقى تتدخل في ارادتها هي، ففي تعارض. انا مثلا مع انصار ان كل واحد دي حريه شخصيه. الله احنا يعني زي ما انت يعني ما المفروض ما تدخلش فيه، هم بالنسبه لهم ان ده واجبه ان هو يروح يعني. لا اكراه في الدين، كل واحد حر. في تعارضات، فعشان كده لو اتعمل مجلس مدني يعني من حكماء كده يبقى موجود جنب الكنيسه، بس يقدر يحل المشاكل لما يحصل فتنه طائفيه، يحصل اي احتقان، يحصل اي حاجه، ويبقى في ناس يعني معتدلين وليهم يعني مصداقيه عند الناس انهم مش هيبيعوا هيبقوا في عادلين، يعني هيقفوا مع العدل ومع الحق مش محظوظ. نجيب، ليه استقلت من كل اعمالك التنفيذيه وغير التنفيذيه؟ يعني انت الان خارج، حتى لو كانت لك مشاركات ومساهمات لسه في اوراسكوم. انا كنت ناوي اعمل كده، فاكره من سنه ما قبل ما الثوره قلت هطلع بقى استغل واشتغل في الخير واعمل اعمال خير واروح اعمل كده واروق دماغي شويه وكفاياني بقى شغل كده وبتاع. جيت لسه هقول يا هادي ازايف اتهام ليا من عيلتي، يعني ان انا بدور على المشاكل، يعني بتشوف فين المشكله وتروح لها. ان انا بدور على المشاكل مش ان. فطبعا قامت الثوره، قلت وانا اللي قومت الثوره انت ما انا كنت هعمل زي بقيه الناس دي كلها، ماليش دعوه وخلاص وامشي واعمل كده. زعلت يعني انت كنت ترضي لي انا مثلا ان انا اقعد في لندن مثلا واسيبها تتحرق؟ انا كنت هزعل بصراحه. لا يعني هل ده مثلا موقف يعني مقبول حتى في البلد اللي انا طلعت فيها وليها فضل عليا، واول ما تحصل اي مشكله طب متشكرين بقى واعمل زي اللي راحوا اخدوا اقامه في دبي واشترى شقه وعمل كده يعني. زعلت لما ممكن واحد يقول لك ما انت عندك، يعني ماشي عندي بس ما كنتش موضبها مثلا، يعني فاهم قصدي يعني. لا انا يعني وبروح ايه يعني. زعلت لما اوراسكوم تيليكوم طلعت البيان في اعقاب وقف التداول على البورصه وقالت لا علاقه لنا بنجيب ساويرس؟ انا زعلت من رئيس البورصه ورئيس سوق المال، لان خبر اهبل على سايت اهبل زي كده، اشاعه كان يعني اسهل له قوي رئيس البورصه يكلم اوراسكوم تيليكوم على الفيكس لاين هنا، يقول لهم ادوني المهندس نجيب. ايوه يا باشمهندس نجيب انت معايا؟ ايوه انت هنا يعني ولا هربت؟ لا يا عم ما هربتش. هو اوقف التداول دون الرجوع اليكم ولا ليه ولا الشركه ولا اي حاجه. وبعدين انت يعني مصدق يعني ود؟ لا يعني هي دي بقى. طب يعني طب كلم نجيب الاول يا عم انت بتاع وتصدق. ومين المصدر؟ الاهرام مثلا ولا صحيفه المصري اليوم ولا يعني حتى الموقع ما حدش عارفه، حدش سمع عنه. فانت اي واحد. طب وبعدين ده لو كان هرب، ما كان هرب وقت الثوره، ما رجعش وقت الثوره. هرب ما قال لك اتحفظنا على اموالهم وممنوع من السفر. هرب ما قال لك جاسوس. يعني ما خلوش حاجه ما قالوهاش على الواحد. يعني كان اي واحد غير انا، ده في ناس مقتنعه ان انا مجنون، ان بعد كل القصه دي كلها وكل مره ارجع. اخر مره ما رجعت كانت تاني يوم رحت النيابه وكده، يعني رايح ومره في تهديدات قتل ومره سجن وكل مره برجع. مش هروح حته. اللي بتضايق يعني ان انا مش هروح في اي حته. اديني قاعد. طب نشوف اخرتها ايه. لما اوراسكوم طلعت البيان ده زي ابويا بقول لك انا مش الا لما تتهد على راسي كلها ان شاء الله ما تتهدش. لما اوراسكوم طلعت البيان ده بصراحه ما زعلتش، قلت يعني بيان سخيف اللي هو لا علاقه لنا بالمهندس نجيب ساويرس، لم يعد رئيسا للشركه التنفيذيه. ده انت ابو موبينيل، انت ابو اوراسكوم. لا ده مالهاش دعوه بكده. هو الاجراء بتاع البورصه ده وسوق المال في منتهى الخطا وخطا قانوني. لانه عنده منذ 8 اشهر عنده ان نجيب استقال من كل مجالسه التنفيذيه. يعني هو عارف. اصل انا ممكن اضحكك حاجه. لو كلمني هو رئيس البورصه قال لي طلع بيان انك انت ما عرفتش، قلت له انت مالك انت بيا؟ لانك انت لم تعد رئيسا ملوش سلطان عليا. بس لسه ليك مساهمه، لسه مساهمتك موجوده. لا ما عنديش مساهمه في اوراسكوم تاني خلاص. طبعا عندي اوراسكوم في الشركه الام اللي هي في الشركه الام اللي هي معايا. ولو مساهم ما يقدرش برضه ملوش سلطان عليا ان انا هربت ولا هربت. يا اخي انت مالك؟ انما هو اتصرف غلط. هو عنده محاضر مجلس الاداره والجمعيه العموميه اللي استقلت فيها من 9 اشهر. بيقول لك ما اعتمدتهاش، يعني ما قريتهاش. طب ما اعتمدتهاش لابد انك انا قريتها. ماشي؟ مفهوم. طيب يعني ايه؟ وبعدين رئيس سوق المال يقول لك ده انا هدرس العلاقه اللي بيننا. يا عم انت تدرس ايه وبتعمل ايه وبتاع ايه؟ وانت عندك المحاضر من ساعتها ان انا استقلت والموضوع واضح. اي واحد يقول لك كده وقف التداول كده. توقيف التداول ده اللي بيعملوه هنا ده طب ما لندن ما وقفتش.
ولا مره بتوقف هنا، يعني يقول لك لا احسن حد مش عارف ايه وكده. طب يعني ايه؟ يعني ايه اللي اللي بيشتري السهم مثلا وصدق ان نجيب هربي فباع السهم، حر، هو حر، عبيط. بمعنى اذا كان انت مصدق ان الراجل ده ممكن يهرب، ما ده قرارك انت، وانت مالك انت في البورصه توقف وتعمل، سيبه يصدق الكلام الفارغ ده، واي واحد يقول حاجه يبقى خلاص. اخبار جازي ايه؟ ما تفكرنيش بقى عشان بتعصب لما افتكر موضوع الجزائر ده. هو الموضوع ما هديش شويه؟ الدنيا ما هديتش شويه؟ ازاي هم تسببوا في كل اللي حصل لي دول، يعني هو ان شاء الله ربنا هيوريني فيهم يوم يعني واخد حقي يعني. ايوه بس ايه اخبار الشركه دلوقتي يعني؟ ولا حاجه اتغيرت ولا حاجه حصلت يعني حتى هذه اللحظه هم عايزين يستولوا على الشركه زي ما هم بالظبط، مش عارف انت تبيع. مش زي ما هم بالظبط، مش حاجه اتغيرت. اعتقد انت عملت عمليه تقسيم للشركه. احنا دلوقتي انا كنت مش عايزه يعني الاصول المصريه كلها كنت طلعتها بره الصفقه اللي عملتها دي. وبرضو عشان اللي عايز يفهم برضو لاسباب عاطفيه بحته. فبنقسم الشركه للاصول المصريه هتفضل معايا، والباقي اديناها للجماعه الروس دول في الشركه الجديده. بقى لنا 8 اشهر بنحاول نعمل كده، ومستنيين بقى سوق المال لما تخلص، عشان لو ما خلصتش هتضيع على كل المساهمين المصريين عليا انا، هتضيع مني الاصول المصريه دي وهتروح. وبقولها هتروح ازاي؟ هتروح بقى للجانب الثاني. ما هو انا مديني فتره لمساله القسمه دي. اذا ما حصلتش، لو نشرح بس للناس الاسم عشان هم معقده شويه. القسمه دي انا طلعت كل الاصول المصريه بره الصفقه، عشان انا عايز طلعتها بره الصفقه. كويس. فقلت يعني نقسم الشركه لسهمين، سهم فيه الاصول المصريه دي، وسهم فيه الحاجات الباقيه، باكستان وبنجلاديش والجزائر والحاجات اللي بعناها دي كلها واللي عملنا بيها الاندماج مع الروس. اذا ما حصلش الفصل ده اصبح من حق الفرنساويين يقولوا ان ملكيه موبينيل اتغيرت، لان هتفضل موبينيل مع الجماعه، وبالتالي هم ياخدوا موبينيل وتروح مننا وتروح مني ومن مصر ومن مننا كل موبينيل. اذا احنا في انتظار. وشرحنا هذا الموقف للسيد رئيس سوق المال كثيرا جدا، واخرها اخر مره، وبقول له لو احنا عندنا مهله يعني تخلص امتى المهله؟ تنتهي 3 اسابيع من دلوقتي، واذا ما تمش الفصل ده خلال 3 اسابيع الشركه يعني هتبقى مشكله يعني. كنت عايز تبقى واحد من ال5 الكبار. ده ما خلاص بقى، ما هو الجزائريين ضيعوا لي الحلم ده. زعلان؟ لا مش زعلان، لان الشركه المندمجه بتاعتنا واحد من ال5 الكبار دلوقتي. بس مش انا اللي يعني فيمبلكوم فيمبلكوم واحده من ال5 الكبار. فانا اعتبرت تجاوزا يعني ان انا حققت هذا الحلم جزئيا، لان انا ماليش فيها كلها. يعني انا كنت عايز ان شركتي لو ما كانش حصل موضوع الجزائر دي كان الموضوع اتعمل بالعكس، كنا احنا اللي اشترينا فيمبلكوم. لو الحلم ده راح او اتعدل مساره. لا هو ما راحش، هو خلص عند المرحله دي يعني. دلوقتي يبقى حلم نجيب ساويرس دلوقتي حاليا يعني انا حلمي بصراحه اشوف مصر زي تركيا، زي اندونيسيا، زي ماليزيا، زي هونج كونج، اي حاجه غير اللي احنا فيه ده دلوقتي. بس انت قلقان ولا متفائل؟ لا قلقان، لا قلقان، اكدب عليك ايه؟ انا بشكرك. شكرا. وده كان لقائنا مع المهندس نجيب ساويرس كما اعتدناه دائما بكل جرأته وكل حماسه. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكركم، وهذه لميس الحديدي تحييكم. تصبحوا